إلى أي مدى استطاعت أن تخدم الثقافة وتروج للكتاب؟ دور النشر الإلكترونية نشر بديل أم ضرورة تواكب متغيرات العصر ومتطلبات الحداثة؟ تحقيق خاص لمجلة الفن والأدب للأديبة رولا حسينات. مقدمة التحقيق بقلم الأديب هايل المذابي. يلجأ المرضى عادة إلى الطب الشعبي كطب بديل للطب العلمي، ولا يحدث ذلك غالبا إلا بعد معاناة المرضى من دور الطب الصحي ويأسهم من المستشفيات التي لا تجيد سوى إعطائهم فواتير باهظة وتستنزفهم بشكل لا يمكن احتماله. وفي عوالم الكتب ودور النشر يشكو الكثير من المؤلفين من تعاملات دور النشر الورقية، ما جعل بعض المؤلفين يبادرون بتأسيس وإنشاء دور نشر إلكترونية تشبه حالة اللجوء إلى الطب البديل في عالم الطب. ويرى الكثير من أصحاب تلك الدور الإلكترونية أن تأسيسهم لدور نشر إلكترونية ليس فقط بسبب قتامة التعامل مع دور النشر الورقية واستبداديتها، ولكنه أيضا ضرورة تفرضها مظاهر الحداثة والتكنولوجيا. ويستندون في ذلك إلى مرجعيات كثيرة، منها ارتفاع أسعار الكتب الورقية ومركزية دور النشر الورقية وضعف الإقبال على الكتاب الورقي في ظل الفساد المالي والإداري الذي يجعل الحياة صعبة، خصوصا لمن يحبون القراءة من محدودي الدخل. وكما سنرى في تفاصيل هذا التحقيق، فإن هناك خفايا وأسرار حول عالم النشر الورقي والنشر الإلكتروني. الأديبة رولا حسينات وضعت عدة تساؤلات للإجابة عليها، تشبه المحطات التي يتوقف عندها القطار لينزل فيها مسافرون ويصعد آخرون، وهذه المحاور صيغت على شكل تساؤلات يجيب عليها أصحاب دور نشر إلكترونية ومؤلفون وكتاب وقراء عرب. هي كانت كالتالي: المحور الأول، ويخص دور النشر ومالكيها كما يلي: هل يمكن اعتبار دور النشر الإلكتروني ذات أهمية في النشر؟ وهل يمكن القول بأنها تنافس دور النشر الورقية؟ وماذا تقدم للكاتب هذه الدور؟ وما هو الذي يميزها عن دور النشر الورقي؟ وهل يمكن حماية النتاج الأدبي والعلمي المنشور إلكترونياً؟ وإلى أي مدى يمكن ذلك؟ وكيف نستطيع تطوير أداء دور النشر الإلكترونية؟ وما هي النظرة المستقبلية لها؟ أما المحور الثاني فهو يخص الكاتب ومؤداه. هل قامت دور النشر الإلكتروني بتحقيق ما يسعى إليه الكاتب ولم تنجح بذلك دور النشر الورقية؟ وما هو تقييمك لدور النشر الإلكترونية من حيث جودة العمل والتصحيح اللغوي؟ وما الأداء المطلوب وهو توافق الرؤى بين الكاتب والناشر، نشر العمل وعمل دعاية له، وحقوق الملكية الفكرية؟ ما المطلوب من دور النشر الإلكترونية لترقى بالنتاج الأدبي وذائقة القارئ العربي؟ وهل تعتبر التطبيقات الحديثة وسيلة جيدة لنشر الكتاب الإلكتروني ووصول الكاتب لأكبر شريحة من القراء؟ أما المحور الثالث ويتعلق بالقارئ وفيه. السؤال الأول: هل برأيك كقارئ هل تقوم دور النشر الإلكترونية بدور إيجابي في نشر الكتاب الإلكتروني؟ السؤال الثاني: مدى جذب الكتاب الإلكتروني لذائقة القارئ العربي؟ السؤال الثالث: هل جودة الكتاب الإلكتروني بجودة الكتاب الورقي؟ السؤال الرابع: ما الرؤية أو التصور لمستقبل الكتاب الإلكتروني الذي تريد؟ السؤال الخامس: هل التطبيقات الإلكترونية الحديثة سهلت توفير الكتاب الإلكتروني للقارئ العربي؟ وإلى أي مدى نجحت في ذلك؟ المتحدثون في التحقيق
الدكتور جمال الجنزوري مصر. الأستاذ الكاتب مروان محمد عبده مصر. الأستاذة الروائية ماريانا سوريال مصر. الأستاذ الشاعر ريبير هيبون سوريا. الأستاذ الكاتب عبد الرحمن شراك المغرب. الأستاذ الكاتب الروائي الكبير أشرف مصطفى توفيق مصر. الأستاذة لمياء مصطفى السودان. والأستاذة هناء عبد الدايم مصر. بالنسبة لسؤالك الأول، لقد قامت دور النشر الإلكترونية بتحقيق المسعى التنويري في إيلاء دور أكبر للعديد من الكتاب والكاتبات على الكتابة والنشر، في حين لم تقدم دور النشر الورقية الإيلاء الكافي للإبداع المقدم من قبل كتاب وكاتباتنا في عموم الشرق الأوسط والعالم العربي، إذ أنها بقيت محصورة في مساحتها الربحية، حيث كانت تتناول النتاج الأدبي لا بجودته ونوعيته، بل لأجل الربح من الكاتب. وهذا مثل نوعا من التحدي بالنسبة لكتابنا الذين يعيشون على هامش المنتديات والمراكز التي لم تكن تتناولهم بالقدر الكافي، فكانت دور النشر الإلكترونية بمثابة مساحة إيجابية للتواصل ما بين المبدع والمتلقي. إلى أن مساحة النشر الإلكترونية بالنسبة للشعوب الناطقة باللغة العربية ما تزال في طور البداية، وكونها في مرحلة البداية فإنها تتعرض أحيانا لحالة من البرود وعدم قدرتها على الترويج الكافي للنتاج الذي يتم نشره إلكترونيا. بعض الدور النشر الإلكترونية لم تأخذ على عاتقها لم تأخذ على عاتق قضية التصحيح والعناية اللغوية للمنتج قبل نشره، وبعضها أخذ على عاتقه ذلك واستطاع أن ينشر المنتج الإبداعي أدبا، فكرا، فنا بطريقة جيدة ومنقحة لغويا، وهذا يعتبر أمرا إيجابيا. إلا أن بعضها أيضا لم يتح المساحة الكافية لأن يعبر الكاتب عن اتجاهه، إذ أنها وضعت ضوابطا محددة. هذه الضوابط من شأنها أن تعيق وصول الكلمة الحرة والاتجاه الخاص للكاتب لجميع ومختلف شرائح الناس. الأداء جيد نوعا ما، وأستطيع أن أعتبر أن دور النشر الإلكترونية في بدايتها وأنها
من الطبيعي أن تمر بتحديات في سبيل تطوير هذه الحالة الراقية، كوننا نعيش في عصر بات فيه الكتاب الإلكتروني أداة مهمة من أدوات التلقي والتواصل على مستوى العالم. المطلوب من دور النشر الإلكترونية أن تراعي مختلف الاتجاهات الأدبية، النقدية، الفكرية، الإيديولوجية لمختلف الكتاب، وأن لا تقف لتضع شعائر وتعاليم معينة أعتبرها أحيانا تقف حجر عثرة أمام تطلعات الكاتب وأفكاره. أعتبر التطبيقات الحديثة وسيلة جيدة لنشر الكتاب الإلكتروني، لأنها ممكن أن تقدم ما يحتاجه القارئ في عصرنا هذا، حيث أن الكتاب الورقي غير متاح دائما، وأحيانا يقف العائق المالي أو الاقتصادي سواء في قدرة الأديب على أن ينشر نتاجه مطبوعا، وفي حال أيضا قدرة المتلقي أو القارئ على شراء الكتب، حيث الكتاب الإلكتروني يعطي مجالا وحرية أكثر في الترويج والانتشار. في نهاية الحوار أشكر الأديبة الأردنية رولا حسينات على إتاحتها المجال لي على الإدلاء برأيي حول بعض أسئلة تتعلق بموضوع النشر الإلكتروني. تحياتي.